اف برنامه بسپونسریا مالا جنه لقامشلو و هیواسور آکرده. اگر پرسین و هبن هندکارن پیوندی یانجی سردانا مالا جنه و هیواسور آکرد بکن. مالا جنه قامشلو تاخا غربی لپشت مزگفتا قاسمو برانبر دبستانا زهرا. تليفون عرضية 426 184. مالا جني لحسكي تل حجر لجورا شيرينغها العمر برانبر دبستانا عدنان المالكي كولانا جراجان. تليفون عرضي 371 115. مالا جني لگركي لگي كولانا شرداريه برانبر دكتور خليل يدرانان لكيلكا سازي و سنديكيا جوتياران. هیواسور آکرد نخوشخانه قامشلو لکیلکا بنگدم. موبایل 09 81 64 58 79. نخوشخانه آگرکیلگی موبایل 09 35 98 51 22. مساء الخير مستمعينا متابعي إذاعة بوير اف ام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الخاص بالمرأة برعاية الهلال الأحمر الكردي ودار المرأة في قامشلو. للتفاعل مع موضوع الحلقة يمكنكم الاتصال على الرقم الأرضي 429 101 ورقم الواتساب 0938 2808 14، كمان على صفحة الفيسبوك بوير عربي. كل عام هناك حملة دولية سنوية تبدأ دائما من 25 من تشرين الثاني، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى 10 من كانون الأول يوم حقوق الإنسان، هو يوم الأخير من حملة 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، لأن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو انتهاك لحقوق الإنسان، حيث بدأت هذه الحملة لأول مرة في عام 1991 من قبل نشطاء في افتتاح معهد القيادة العالمية للمرأة. وفي كل عام تقوم المنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم بالتوعية والدعوة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه. ما هو العنف بين الأشخاص؟ أنواعه، عواقبه، ما الذي يمكنك فعله كفرد للمساعدة في منع العنف بين الأشخاص في الفضاء والحيز الخاص. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا عبر الهاتف بتول حسين مهوس، أخصائية اجتماعية. مساء الخير أنسي بتول. مساء الخيرات عزيزتي سلام. أهلا. بداية أنسي بتول، لو تعرفي لنا وللمستمعين ما هو العنف؟ مرحبا ومساء الخير لكم كلكم. هلا العنف اولا هو يكون قوة جسدية من قبل الشخص المعنف، وطبعا بتكون بصور متعددة، يعني ما له فقط جسديا. فالعنف باختصار هو ممارسة قوة جسدية او اللفظية على الطرف الاخر. نعم، ممارسة القوة الجسدية على الشخص الذي يتعرض على العنف. برأيك لماذا حتى الآن يمارس العنف؟ شو هي الأسباب؟ للأسف هو في له أسباب كثيرة، فينا نعدد بعض منها. ممكن الدوافع الاجتماعية، إذا بدنا نخصص المرأة فيها، ممكن أول شيء هو جرائم الشرف، يلي للأسف هي جرائم العار بالأخص، مو جرائم شرف. هاي أولاً. ثانياً في مستوى التدني، مستوى التعليم كمان من الأسباب يلي بتخلي هاي الظاهرة تكثر. كمان عندك الجهل كمان بسبب تدني مستوى التعليم، فحتماً في جهل بهذا الموضوع. كمان في أسباب نفسية، الشخص المعنف دائماً يكون شخص أساساً
هو وصغير أو بالطفولة كان عايش بجو أسري عنيف، أو كان من الأشخاص اللي بيمارس عليه العنف. كمان خاصة لما بيكون في عنف كبير، فهذا الشيء بيأثر نفسيا بهذا الشخص. فلما بيكبر بيكون هو أخذ هاي الشحنات كلها معه، وهي التربية وهذا التفكير. نعم. كمان في دوافع الاقتصادية اللي بتؤدي لزيادة هاي النسب، أو هاي الدوافع بتكون بشكل أكبر. الدوافع الاقتصادية وتدني المستوى المعيشي كمان له أسباب كبيرة على موضوع زيادة العنف بشكل كبير يعني. نعم. شو هي أنواع وأشكال العنف؟ يا ترى عم يقتصر على الضرب على النوع الجسدي؟ هلا أنواع العنف يعني كنوع أول هو جسدي، اللي بيكون بيمارس من قبل الزوج على المرأة، أو من قبل أحد أفراد الأسرة الذكور. وبيكون له آثار نفسية وصحية كتير سيئة. ممكن تؤدي بكتير مراحل للوفاة بسبب مثلا الضرب المبرح، أو ممكن مثل ما قلت لك، يعني أولا إنه أول شيء إنه جرائم الشرف كمان هي بتندرج تحت العنف الجسدي. كمان احنا النوع العنف اللفظي والنفسي، هذا كمان بيكون من خلال الألفاظ أو الشتائم يلي بتقلل أو بتنتقص من المرأة. طبعا هي بيكون لها آثار نفسية كبيرة. ممكن أبسط مثال نحن نقوله هو ما له بسيط، بس يعني أكثر انتشارا هو الاكتئاب. نعم. الاكتئاب اللي بيصيب بعد هذا التصرف يعني، أو هذا السلوك. كمان العنف الجنسي إما بيكون بالقيام بعلاقة بالإكراه، أو بيكون من خلال الاغتصاب أو التحرش. وطبعا حالات الاعتداء الجنسي تكتر بالمناطق اللي بيكون فيها صراع سياسي. بيكون هذا شيء كثير أكبر من المناطق اللي ما بيكون فيها هذا الصراع. كمان في قصدك يعني عم يزداد بأماكن الحرب؟ تماما بأماكن الحرب بيكون في طرف ضعيف، واللي هو بيتم السيطرة على هذا الطرف، وبيكون يعني بيكتر العنف اتجاهه بشكل أكبر. نعم. وطبعا الدراسات أو الأبحاث أكدت أنه الأغلبية بيكون في اعتداء جنسي على هدول الأطراف بشكل كتير كبير. نعم. ويعني كمان من الأنواع الثانية هو النوع الاقتصادي، يلي ممكن نحن نقول بيمنع إنه المرأة تتعلم أو تتدرب بمكان معين. فهذا الشيء بيحرمها اقتصاديا أو استقلاليا من أن تكون هي مستقلة اقتصاديا بحياتها الشخصية. أما إن كان أشكال العنف، فأشكال العنف ممكن نحن نعددها كتعداد بسيط. عندنا الإساءة الجسدية، الإساءة العاطفية، العنف الروحي، الإساءة الثقافية. كمان ممكن نحن نقول الاعتداء الاقتصادي أو العنف اللفظي. كمان شو هو الإساءة الثقافية أنسي بتول؟ مثل ما حكيت لك قبل شوي، إنه نحن بنحرمها من التدريب، من التعليم. نعم. تماما. فهذا الشيء بيخليه إنه يكون عندها مستوى ثقافي أقل. يعني أنا اليوم لما أمنعها، لما بيكون في شخص يمنع الأنثى أنها تروح بين أصدقاء، بين أشخاص، فهي فعليا ما بيكون عندها تجارب، ففعليا هي عندها مشكلة بثقافتها تجاه المجتمع. يا ترى الإساءة الثقافية ما تكون إنه مثلا لما يعيبوا عليها أو يتنمروا عليها إنه ما عندك ثقافة أو ما معك شهادة؟ هو أكيد هذا يعني بيكون الشيء اللي بيترتب على حرمانها من حقوقها. فأنا لما بمنعها من هذا الشيء، ففعليا أكيد حيكون في تنمر، أكيد حيكون في يعني في مشكلة عندها بشخصيتها، إنه حتخليها دائما ممكن حتى تهرب من المجتمع بعد هاي الإساءة. نعم. حكينا عن الأسباب العامة للعنف ضد المرأة بشكل عام، لكن مع انتشار فيروس كورونا في المنطقة تزايد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. برأيك شو السبب؟ هلا من الأسباب اللي كتير كبيرة اللي كانت واقعة كتير للعالم، إنه يعني وجود كورونا كان في حظر منزلي. فهذا الحجر المنزلي اللي صار كان في يعني كان في عنف عم يمارس بشكل أكبر، لأنه
لما ما كان في حجر أو حظر اللي صار بالبلد مثلا أو أي مكان، فكان الشخص الموجود أو الذكر الموجود بالبيئة الأسرية يعني أو البيت يعني كان خارج البيت، فكان ممكن العنف يمكن كان عم يمارس بس مو بالشكل الكبير اللي مارسه هو بالبيت أو بهاي الفترة الطويلة اللي ضل فيها بالبيت. نعم. فللأسف هذا كان سبب كبير بجائحة كورونا، إنه الحجر المنزلي اللي صار كان عم يخلي العنف يكون بشكل أكبر. نعم، لكل مشكلة اجتماعية أو ظاهرة اجتماعية عواقب وآثار، فشو هي عواقب العنف القائم على النوع الاجتماعي على الأسرة أو على المجتمع؟ نبدأ من الأسرة. نعم. هلا فينا نقول إن كان على الأسرة فأكيد في تفكك اجتماعي بيصير، في تفكك أسري عفوا بيصير. إن كان مجتمعيا في مشاكل بتصير بقلب المجتمع، مثل ما حكيت ممكن ممكن يكون في مشاكل نفسية. أبسط مثال إذا كنا بأسرة عندها عنف عم يمارس بهذا البيت، فالابن اللي عم يمارس عليه العنف أو البنت اللي عم يمارس عليها العنف أو الأم، فهن فعليا حيكونوا أشخاص مشحونين، أشخاص ممكن يفرغوا هذا الشيء بالمجتمع اللي محيط لهم. فعليا هو مو بس بضمن هاي الأسرة حيضل هذا العنف أو هاي الشحنات، فأكيد حيكون عم يأثر على الأسرة وعلى المجتمع على كل شيء محيط بهاي الأسرة الصغيرة يلي عم يمارس عليها العنف. نعم، هاي من ناحية الأسرة. أما من ناحية المجتمع؟ من ناحية المجتمع إجباري حيكون مثل ما حكيت لك، لما هاي الأسرة عم تطلع لهذا المجتمع، فعم يكون في شحنات عم تنقل مع لهذا المجتمع، ففعليا حيكون في صراعات بين أشخاص، صراعات ممكن مشادات كلامية. أبسط مثال، شخص مشحون جاي وبده يفرغ هاي الطاقة بالشخص اللي قدامه، فهي أبسط مثال ممكن نحن نقول إنه عم يصير مجتمعيا. طبعا عدا كان في تفكك أسرة، نحن بنعرف التفكك الأسري اللي عم يصير كان المجتمع عم يعمل حالات السرقة بالمجتمع، يعني يكون في أذى وضرر للمجتمع بشكل كبير. نعم. بأبسط مثال مثل ما حكيت لك، لما يكون في تفكك أسري ففي سرقة، في اعتداءات من قبل الأشخاص الصغار. ممكن يكون في سبب كمان تنمر في أشخاص يمارسوا التنمر بسبب هاي الشحنات اللي عم يجيبوها من البيت معهم. هي كأبسط مثال على المجتمع عم بقول لك. نعم، هاي بالنسبة لآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي على الأسرة وعلى المجتمع. بالنسبة للمرأة، شو هي عواقبها على المرأة نفسها من جميع النواحي؟ هلا إذا بدنا نفصلهم شوي، ففينا نحكي عن ممكن يعمل اضطرابات نفسية، وبيكون هدول الاضطرابات ممكن تكون ملموسة وغير غير ملموسة، وبتكون تأثيراتها على يعني طويلة المدى. طبعا هذا الشيء بيأثر عليها نفسيا من غير جوانب هي الشخصية، ممكن يعملها شعورها بأنها هي قليلة أو أقل قيمة من الغير. بيكون عندها ضعف ثقة، عندها صعوبة اتخاذ قرارات، ما عدا محاولات الانتحار والاكتئابات يلي بتصير بسبب هذا الشيء. كمان نحن فينا نقول صحيا، طبعا أكدت دراسات كتير كبيرة أن النساء اللي بيتم التعنيف، يعني بيتم تعنيفهم، هن بيكون عندهم مستوى الصحة الجسدية والعقلية أقل من الأشخاص يلي أو النساء يلي ما بيتم ممارسة العنف عليهم. هذا الشيء بيعمل مشكلة، إن هذا الشيء ممكن الصحة الجسدية لأنه بتلفى فعليا يكون فيه قلة المناعة الناتجة عن هذا الموضوع، فهذا الشيء بسبب له إصابات وأمراض بالمستقبل مثل الصداع وآلام العظام والظهر وما إلى يعني كل التوابع هي. نعم. كمان المشاكل الاجتماعية، الانفصال اللي بيصير ممكن بكثير حالات بسبب العنف، فهذا الشيء بيؤدي لتفكك أسري. فهذا كمان مثل ما حكيت لك سابقا أنه هذا التفكك الأسري، هدول إن كان عندهم أطفال ففي مشكلة بتصير بالمجتمع، بيصيروا عالة أو بيصيروا مشكلة بالمجتمع أنه بيكونوا أشخاص غير سويين يعني. نعم. فهي بمختصر العواقب اللي بتعملها. نعم، برأيك أنسب طول الظروف التي تمر بها البلاد والتفشي فيروس كورونا كانت سببا في ازدياد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ الظروف.
طبعا أكيد لها سبب كتير كبير، ومثل ما حكيت لك قبل شوي أنه الصراعات، إن كان بدنا نحكي عن الحرب أو المشاكل السياسية، هاي الصراعات كان في جزء كتير كبير منها كان في اعتداءات جنسية بتصير بهاي الصراعات بهاي الفترة. ما عدا أنه مثلا بفترة الكورونا كان في شيء ثاني، فترة الكورونا كان في نعم. حجر منزلي، كان في اعتداءات و يعني وعنف عم يمارس بالبيت بشكل أكبر. مثل ما حكيت لك يمكن كان في عنف سابقا، بس بهاي الفترة كان على شكل أكبر وعلى فترات أكثر. نعم، كما حكينا بأول الحلقة، حملة 16 يوم من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تبدأ من 25 من تشرين الثاني يوم مناهضة العنف ضد المرأة حتى 10 من كانون الأول يوم حقوق الإنسان. برأيك شو أهمية هالحملة؟ هلا هاي الحملة طبعا هي أساسا بتستمر ل 16 يوم، نعم. تحكي عن كل شيء بيفيد المرأة، إن كان كحماية إنه كيف تحمي نفسها، إن كان للتوعية أكثر، إن كان للطالعة من الصمت يلي كثير فئة من النساء بيستخدموه بحياتهم، إنه بيكونوا صامتين ما بيحكوا هذا الشيء بسبب المجتمع، طبعا بسبب نظرة المجتمع لهذا الموضوع. فمثل ما حكيتي هو 16 يوم بيكون ب 25 نوفمبر ل 10 كانون يعني لديسمبر، نعم. ل 10 ديسمبر. ففعليا هو كل شيء نشاطات ممكن تفيد المرأة بكل الجوانب، فهو بيتم بهدول الأيام. فهذا شيء كتير مفيد، إنه في أشخاص ما لهم واعيين أو نساء ما لهم واعيين لحقوقهم أو لواجباتهم أو الشيء اللي ممكن يعملوه لذواتهم، فهن بهذا الوقت فهن ممكن يصيروا أوعى أو أكثر، ينشروا هذا الموضوع أكثر بشكل كثير منيح. نعم، راح نحكي عن يوم حقوق الإنسان لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا ومتابعي إذاعة بويار اف ام في حلقة جديدة من برنامجنا الخاص بالمرأة حول الحملة الدولية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي. أهلا وسهلا فيك مرة تانية أنسي بتول. قبل ما نبلش بسؤالنا معنا اتصال. ألو، مساء الخير. مساء الخير. أهلا. ممكن تعرفينا عن حالك؟ أمرودي معك. أهلا سيدي أمرودي، تفضلي. تسلمي. هلا الحلقة كتير حلوة وبهالفترة يعني يعطيكم ألف عافية إنه هالحملة يعني واكبتوا هالحملة تقريبا للأخير يعني، وبرامجكم حلوة كتير وهادفة، وهالبرامج يا ريت تضل يعني مستمرة. بس فوق هالشي كمان وهالحملات نعم. يعني هالشغلات والحملة 16 يوم كلها كمان نشوف يعني كمان العنف ما زال مثل ما قلتي يمارس على المرأة. يعني الأسباب مثل ما قالت الضيفة الكريمة، يعني الأسباب كتير كانت واضحة. كمان بس المرأة هي نفسها أحيانا هي تكون سبب أنه يتمارس عليها العنف. كيف سيدي أمرودي؟ نعم. كيف المرأة نفسها يمارس عليها يعني العنف؟ هي بطبيعة المرأة بطبيعتها هي تسامح، لما تسامح الطرف اللي مقابله، يعني طبعا الرجل هو عم يمارس عليها العنف لأن هي عم شوي تتحمل مشان بيت أولادها، مشان أنه ما يخرب بيتها كمان، مشان هيك تشوفي اللي الطرف المقابله يتمادى بهالعنف ويمارس عليها العنف أكثر. من الناحية الثقافية كمان ذكرتوا، بس في أحيانا تكون شهادة المرأة يعني الشهادة الدراسية تكون أعلى من شهادة الرجل، يصير نوع من الغيرة كمان بيناتهم. نعم. وكمان إنه يحرمها من يعني من العمل، كمان هاي له تأثير اقتصادي كتير كبير. حرمان المرأة كمان من الميراث، يعني كمان لهلا في عم يفرقوا بين البنت والشاب يعني بالعيلة، ويقولوا عيب انه البنت تاخذ الميراث، انه الميراث بده يروح لواحد غريب.
يعني الشاب إذا أخذ الميراث هاي للعيلة هيك عم يحسبوها. نعم. كمان يعني أسباب كتيرة ونتائج كتير خطيرة عم تصير يعني ولسه عم نشوف كمان فوق هالحملات ومن هالمنظمات ومن دار المرأة وهالتوعية الكبيرة كمان لسه العنف عم يتمارس على المرأة. يعني لسه على كمان الحرب أكثر الأسباب اللي طبعا ينتشر العنف خاصة أماكن النزوح، المهجرين كمان عم يتمارس عليهم العنف. في كتير هلا يعني مثل عفرين، سريكانية، هالنساء الأكثر شيء هن النساء عم يعانوا من العنف، يعني اللي تركوا بيوتهم وتركوا أراضيهم. كمان الهجرة هي نوع من العنف. عم يتمارس العنف بأشكال كبيرة، أشكال مختلفة يعني على المرأة خاصة. يعني كمان الشباب كمان في عليهم عنف من صاحب العمل بالمدرسة. نعم. بس يعني الأكثر شيء الفتيات النساء هن عم يتمارس عليهم العنف. نعم. بقى بدنا نحن نسأل كمان بديل عن العنف شو هو من الضيف الكريمة، ويعطيكم ألف عافية. شكرا كتير لك سيدي أمرودي. أنسة بتول سيدي أمرودي ذكرت 3 نقاط، أنه من أسباب العنف أيضا المرأة ضد نفسها، وكمان أنه لما يصير مقارنة بين شهادة المرأة والزوج، خاصة لما تكون الزوجة أعلى شهادة من الرجل. وكمان ذكرت نقطة مهمة، أنه لما حق الميراث، لما يكون حرمانة من الميراث، وطلبت منك سؤال أنه شو هو بديل عن العنف. عزيزتي، بأول نقطة اللي هو المرأة أحيانا كثير للأسف، وهذا الشيء كثير منتشر بمجتمعنا. نعم. بتكون هي عدوة نفسها، ففعليا هذا الشيء للأسف كثير موجود بمجتمعنا للأسف. هذا طبعا بيترتب على أساس التربية اللي هي تلقتها أو المجتمع اللي هي موجودة فيه. المجتمع اللي هو دائما بيخليها تحس أنه هي عم تأذنب، أنه هي الشخص الغلط أو هي المطرح الغلط ممكن. النقطة الثانية بموضوع حق الميراث، فللأسف كمان هذا الشيء بيمارس بمجتمعنا. طبعا إن كان قانونا إن كان شرعا فللمرأة حق بالميراث، ولكن في عائلات أو أشخاص بيقوموا بحرمان هدول النساء من الحق. وبهاي النقطة بالذات دائما لما بيكون في وعي عند النساء بموضوع أنه أنا قانونيا بقدر قاضي هذا الشخص، ولما ما أسكت عن حقي فأنا فيني طالب فيه والقانون بيرجع لي إياه. نعم. وخاصة بهذا الظرف يلي نحن فيه ما عاد في شيء سكت عليه. يعني لما أنا بدي روح على الجهة يلي ممكن تاخذ الموضوع الشكوى أو شو ما كان الجهة اللي بدي أروح عليها، ففعليا هي حترجع الحق. بس للأسف لما منضل ساكت وما منطالب بحقنا فنحن بنخسر. فأكثر نعم. سبب أو أهم سبب أنه نحن لازم نتبعه هو أنه ما نسكت. نعم. وذكرتي شو هو بديل العنف، أنه عدم السكوت. تماما أكيد، لأنه لما ما أسكت فأنا فعليا بقدر أخذ حقي، بس إذا سكتت فأنا حضلني بدون حق. نعم. برأيك لماذا يعتبر العنف بين الأشخاص في الفضاء والحيز الخاص انتهاكا لحقوق الإنسان؟ هلا طبعا احنا دائما نذكر هاي الجملة انه انت حريتك بتوقف لما بتتعدى على حريتي. ففعليا الحقوق تمشي على نفس المبدأ. يعني اقل شيء بكتير دراسات او ابحاث صارت او حتى منظمات ذكرت انه يوميا في 137 امرأة عم يتم قتلهم على ايادي افراد العائلة. عدا أنه عالميا في 35% من النساء عم يكون عندهم أو بيمارس عليهم العنف الجسدي أو الجنسي من الشريك. فأكيد هاي التصرفات عم يكون فيها انتهاك لحقوق هدول الأشخاص، لأنه بالأخير الأنثى هي شخص لها حقها وهي بالأخير بشر مثل الرجل. بس بالمجتمع يلي نحن فيه للأسف في كتير فئة بتلاقيها هي الشخص الأقل مستوى من الرجل أو من الذكر.
نعم. فأكيد هي التصرفات أو الأفعال هي انتهاك لحقوق الإنسان بشكل عام. نعم، بما أنه هو انتهاك لحقوق الإنسان، ما الذي يمكننا فعله كأفراد للمساعدة في منع العنف القائم بين الأشخاص في الفضاء والحيز الخاص؟ لا، نحن كأشخاص أكيد دائما الشخص فينا يغير، بس مو مثل لما المجتمع كامل يغير. يعني أنا لما ربي ابني تربية صح ولما كبروا على احترام المرأة، ففعليا أنا بنيت جيل صح، بنيت فكر صح. بس أكيد دائما دور المجتمع ككل بهم غير دور الشخص كفرد. بس أنا كفرد فيني أعمل كتير فرق. ربي صح، ما أسكت عن التصرف الغلط اللي حشوفه. أنا كأنثى اليوم إذا رحت على الشارع أو أي مكان ولقيت شخص صار يتحرش بأنثى وأنا ما سكتت، بغض النظر هي الأنثى اللي بيمارس عليها هذا العنف أو هذا التحرش سكتت، إذا أنا ما سكتت فأنا فعليا على الأقل عملت شيء كتير بسيط، إنه أنا ما سكتت عن هذا الموضوع، نعم. ففعليا أنا ساعدت. فهذا الشيء كتير مهم. أهم شيء بهذا الدور إنه الشخص ما يسكت، يضل يطالب، يضل يحكي إنه هذا حقي، مو إنه أنا خلص أسكت وما رد أو أقول لا إنه هذا المجتمع ما حيساعدني. فهي كتير شغلة مهمة. نعم، هل بإمكاننا القول وضع حل جذري لهذه الظاهرة، ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ للأسف هذا الشيء صعب، لأنه مثل ما حكيت لك صح المجتمع بيساعد، بس كمان في مجتمع بيهدم هذا الموضوع، فما بيخلي يكون في حد بشكل جذري لهذا الموضوع. ممكن يساعد بشكل بسيط أو شكل كبير، بس ما حيكون في حل جذري. على عاتق من تقع هذه المشكلة؟ حل هذه الظاهرة على المجتمع، على الأفراد، على الأسرة، على الشخص الذي تعرض للعنف؟ على الكل، يعني على المجتمع، على الفرد، على الأسرة. بتبلش طبعا هاي الظواهر أساسا مثل ما حكيت لك، بتبلش بالأساس من الأسرة نفسها، من التربية نفسها. يعني هاي الشغلات يلي إذا كانت ما موجودة بالأسرة ففعليا ما حنلاقيها بالمجتمع. نعم. بالعكس صحيح، لما أنا لاقي هاي المجتمعات عم يكون فيها تطور، فحتما هدول التربية اللي نشأوا عليها عم تكون تربية صح. ففعليا الدور الأول بيكون على عاتق الأب والأم سوية، مو بس على الأم فقط، على الأسرة ككل. التنشئة الصح لهدول الأفراد بيخلي كمان المجتمع يكون ماله معقد وعنده عقد ويروح بيفرغها بالبقية أو الأشخاص اللي حواليه. نعم، كأخصائية اجتماعية، شو هي النصائح التي تنصحي بها المرأة للحد من العنف ضدها؟ مثل ما حكيت لك ورح ضل أحكي دائما إنه ما ضلني ساكتة. هذا أهم شيء المرأة بتعمله، لأنه السكوت هو الشيء اللي أساسا بدمر كل شيء خطوات بعدها. يعني أي شيء خطوة عم تعمل المجتمعات أو المراكز اللي تهتم بهذا الموضوع، أنا إذا سكتت هي الأشخاص، هدول الأشخاص أو هي المجتمعات ما حتعرف إنه أنا عم يتم ممارسة العنف علي. أولا هي. ثانيا إنه يكون في الأشخاص يعني خاصة النساء يكون عندهم علم ودراية كاملة وكبيرة بقوانين نعم. البلاد اللي عايشين فيها. يعني نحن كلنا بنعرف بأوروبا أبسط مثال كتير نساء أخذت حقوقها لأنه هي صارت تعرف أنه هاي البلاد ما بتسمح بأي تجاوزات تجاهها، فلما بنكون واعيين نحن بناخد حقنا. كمان دائما نلجأ يعني أنا دائما لما أكون متضايقة أو في شيء جواتي بدي أحكيه، دائما أحكي لأشخاص مقربين مني، أشخاص بثق فيهم. هذا الشيء كمان بيكون له نوعا ما آثار. كمان دائما النساء تلجأ للمراكز الخاصة، المراكز الحكومية، المؤسسات الحكومية يلي بتوفر لها الحماية أو أنه تقدم لها خدمات أنه تحميها بهذا الموضوع، موضوع العنف ككل يعني. نعم. كمان دائما تكون يعني هذا الشيء ممكن يكون نوعا ما صعب لكتير أشخاص، بس هو فعليا كتير صح، أنه أنا دائما يكون عندي يعني شنطة كبيرة صغيرة ويكون فيها مستندات خاصة فيني،
حتى لو أنه أنا ما رحت قدمت دعوة بالشرطة، بس يكون عندي أي أفعال أو تصرفات تم ممارستها على هي المرأة، يكون عندها مستندات خاصة فيها، يكون في عندها أدلة، يكون في عندها إثباتات، ودائما تحتفظ بهي الشنطة عند حدا بتوثق فيه. نعم. لأنه نحن كتير سمعنا بآخر فترة قديش في أشخاص أو نساء انقتلوا، وللأسف ما كان فيهم يعني أهاليهم أو الأشخاص اللي بيثق فيهم إنه يقولوا إنه هن عن جد كان في شيء عم يخليهم كانوا يتأثروا أو عم يتعرضوا للعنف، إنه ما قدروا يوصلوا لهالشيء. تماما. نعم. فما قدروا يثبتوا هذا الشيء، فكمان هي الشغلة كتير مهمة. وبالأخير برجع بقول بتمنى إنه النساء ما تضل تسكت، هذا الشيء تنساه. نعم. تضل تحكي حقها، تحكي الشيء جوات من مشاعر، من كبت، من أحاسيس، لأنه بالحكي اللي عم تحكيه ممكن تنقذ حالها من الوضع اللي هي موجودة فيه. نعم، بتشكرك كتير بتول حسين مهوس، شكرا لك. شكرا كثير عزيزتي سنة. وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة حول الحملة الدولية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي. لا يسعني إلا أن أشكر ضيفتي عبر الهاتف الأخصائية الاجتماعية بتول حسين مهوس، وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن الإصغاء. موعدنا في الأسبوع القادم، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية دار المرأة في قامشلو والهلال الأحمر الكردي. للمزيد من الاستفسار يمكنكم التواصل أو زيارة دور المرأة والهلال الأحمر الكردي في المدن والبلدات التالية: دار المرأة قامشلو، الحي الغربي، خلف جامع قاسمو، مقابل مدرسة الزهراء. هاتف 426 184. دار المرأة الحسكة، تل حجر، فوق حلويات العمر، مقابل مدرسة عدنان مالكي، شارع الكراج. هاتف 371 115. دار المرأة جركي لقي، شارع البلدية، مقابل الدكتور خليل للأسنان، بجانب مؤسسة نقابة الفلاحين. الهلال الأحمر الكردي، مستوصف قامشلو، جانب مشفى بنك الدم. موبايل 098 164 5879. مستوصف جركي لقي. موبايل 093 59 85 121.